بصراحة زي ما قلت لكم قبل كده ان هي عليا وقت وهفتح الكاميرا وابدأ تسجيل، ويعني زي ما تيجي تيجي. في بصراحة طول ما انا يعني عايش في يومي وبفكر وكده، انا بالمناسبة من الناس اللي هي 24 ساعة في حاجات في دماغه عمال بيقلبها. ممكن الواحد حتى يدخل موضوعين في دماغه، مش موضوع واحد بس يعني. فانا على طول في افكار في دماغي، وعلى طول في حاجات اللي هو ايه، انا عايز اتكلم في الحتة دي، انا عايز اصحح الحاجة دي، او عايز حتى اقول لكم على الفكرة الفلانية يعني. فقررت خلاص ان انا لو حسيت انه جه الوقت ان انا اصور حاجة زي كده، افتح الكاميرا واقعد قدامها، وحتى لو بالساعات عادي خلينا اتكلم، وفي الاخر اجمع واظبط الكلام اللي هو يعني ممكن يتحط جنب بعضه وننزله. وانا نزلت حلقة قبل كده عن الموضوع ده وسميتها بعنوان حكاوي هاكرز او حاجة زي كده يعني. طيب بغض النظر ان كل الافكار راحت من دماغي حاليا الا انه خلينا نتكلم سوا. هاخد مثال مثلا على كان من الفترة اللي فاتت في حد خلي المايك ده هنا كده على لينكد ان، كان بيتكلم ان هو كل لما يجي يقدم على وظيفة في حتة البين تيستنج بيلاقي ان معظم الناس بتطلب مثلا لو هيقدم على جونيور بين تيستنج، او اللي هو يعني خلينا نترجمها هاكر اخلاقي، لكن مستوى يعتبر المبتدئ في الهاكينج يعني، مش حد خبير بقاله عشرات السنين ولا بقاله يعني فترة طويلة شغال في المجال يعني، حد لسه في البداية متمكن بس لسه في البداية، فدي بيسموها جونيور بين تيستنج يعني. لما يبدأ يشوف الوظائف دي فيلاقي ان هم طالبين ليفل اعلى من المتوقع، وتحديدا بيطلبوا ليها شهادة OSCP اللي هي Offensive Security Certified Professional، او خلينا نقول ان الشهادة دي بتدل ان انت حد فاهم انت بتعمل ايه في حتة البين تيستنج، شخص يكون خلاص مريت على كل حاجة تقريبا مطلوبة منك، فاهم كل لينكس ولينكس بشكل عام بشكل كويس، ازاي تجمع معلومات عن اشخاص، عن انظمة بقى اللي هو سيستمز، مواقع، سيرفرات كده. بكل بساطة بتعرف ازاي تخترق مواقع الويب والسيرفرات اللي عليها الموقع. يعني انت حتى لو عندك جهاز سيرفر شغال وعليه موقع، فتخترق الموقع، ومن الموقع تخترق السيرفر نفسه. وبرضو تبقى عارف ازاي تخترق الشبكات، لو في شبكة فيها مثلا بتاخد سكة 50 جهاز 100 جهاز 1000 جهاز، النتورك دي نفسها بيسموها اكتيف دايركتوري، برضو تبقى عارف ازاي تتعامل معاها وتتحكم في اعلى صلاحية فيها يعني. وايه تاني، وكمان الكلاود يعني النسخة الحديثة ازاي تخترق الكلاود او اللي هو بيسموها السحابة يعني، والخدمات التابعة ليها تحديدا AWS. فملخص الموضوع، انت دلوقتي بتتكلم على ليفل بروفيشنال احترافي، مش خلاص مش جونيور، خلاص انت كده بتتكلم على ليفل حد متوسط او فوق المتوسط كمان، او محترف يعني، خلينا محترف. فهم كل ما يقدموا على وظائف جونيور بين تيستنج يلاقوا المتطلب الشهادة دي يعني ايه، لازم يبقى عندك حاجة زي كده. هم طبعا زعلانين ان هو ازاي انا مقدم على رول او وظيفة جونيور كشخص لسه مبتدئ يعني في الحتة دي، وانت تبقى طالب مني شهادة صعبة وغالية وبروفيشنال يعني. والله بص، خلينا نقول ان انا متفهم المعضلة، لكن الموضوع بيرجع لعدة اسباب بصراحة يعني. السبب الاول انه كل ما الوقت بيعدي كل ما كانت المتطلبات لوظيفة معينة بتبقى اعلى. خلينا افهمك ازاي. زمان من 10 سنين مثلا كان اي حد عايز يخش مجال اللي هو التكنولوجي وكده، كان مثلا يبدأ انه يتعلم بروجرامينج، وتحديدا HTML و CSS و جافا سكريبت. انت لو خلصت الثلاثة دول خلاص يا باشا، انت بقيت ايه، ويب ديفلوبر، شخص بيعرف يعمل مواقع ويب ومحدش قدك بقى، وتقبض بالدولار. ده كان الحاجة الدارجة اياميها، وهو ده فعلا كان الواقع يعني. هو احنا فعلا كان ده الموجود يعني. بعدها بسنتين 3 لا، تلاقي انه انت مش بس لازم تتعلم دول، انت لازم تتعلم حاجات تانية كمان. ايه التكنولوجيز الجديدة اللي ممكن تعمل لك مواقع الويب بستايل أأمن، بشكل أسرع والى آخره. كل مدى بقى مطلوب منك تتعلم حاجات أكتر. لا، فرونت اند لوحده مش هيكفي، ده في حاجة النهاردة اسمها فول ستاك، يعني راجل بيشتغل لك يعني في الموقع من بره، والناحية التانية يعني اللي بيسموها الباك اند.
فكل مدى تلاقي نفسك عمال بتتعلم عشان تواكب اقل متطلبات انك تشتغل في الحتة دي. فبقى مثلا مطلوب منك تتعلم لغات برمجة كتيرة جدا للفرونت اند، وحاجات برضو تانية للباك اند، وحاجات تانية بقى انك تديبلوي منها قواعد البيانات وتنستول قواعد البيانات. فلازم تفهم سيكوال شغالة ازاي، او يعني على حسب هتشتغل ازاي، وكمان ممكن ازاي تنستول الكلام ده كله او تسطب البرامج والموقع بتاعك على السيرفر نفسه. فلازم تفهم يا ويندوز يا لينكس على حسب انت كنت شغال ازاي. فبقى علشان تقدر تعمل موقع كشخص هيشتغل في ستارت اب او كشخص هيشتغل مع تيم صغير، لازم تبقى عارف الحاجات دي كلها. فتاني كل ما زاد الوقت كل ما كانت المتطلبات اعلى، وكل ما كان الحاجة اللي احنا تعودنا عليها بقت تقريبا ملاش لازمة. هديك مثال تاني. كنت بلعب لعبة يعني كده زمان، اللي بيسموها ستايل MMORPG. بالمناسبة احنا كلنا يعني في كده مقولة مشهورة ان الهاكر في الاول والاخر جيمر. يعني انا اصلا اللي كان شدني المجال الهاكينج من زمان وانا طفل، تحب العب العاب اونلاين كتيرة، بس اللي هو اوكي طيب هاو تو هاك، ازاي اقدر اهاك اللعبة دي. فهو ده اساسا البداية يعني كانت كده يعني. وحتى اصحابنا والناس التقيلة في المجال يعني بيلعبوا. يعني خلينا نقول كده ان هو بعد ما يخلص شغله والوقت اللي عليه وكده ممكن يبص على عالم مفتوح مثلا، شوتينج، ايا يكن نوع اللعبه بقى. فهو يعني يس احنا بنلعب جيمز وجيمرز في الاول والاخر يعني. فاللعبه دي اختصارا يعني الوقت كانت لسه منزله زي دنجن او بيسموها دهليز او زي مكان وحوش جديد، وانا واشخاص قليلين بس اللي كنا نقدر بقوه الشخصيات بتاعتنا نقتل الوحش في نهايه الدنجن ده او نهايه الدهليز ده. والوحش ده كان بيقع منه جوهرة، ومهم الجوهرة دي كانت غالية ليه؟ لأنه تاني مش كل الناس تعرف توصل للمكان ده، وحتى لو وصلت وعرفت تقتل الوحش نسبة انك يقع منه جوهرة دي نادرة جدا. فانت محتاج تكرر العملية دي ممكن يوم كامل علشان مثلا يقع لك 2-3 او حاجة زي كده. ولازم فريق كامل. فالمغزى من الموضوع انه عشان احصل على الحاجة دي كان لازم مجهود جبار، مش من شخص واحد، لا من فريق كامل. المهم الحاجة دي كانت غالية. يعني مثلا هديها سعر، قول مثلا القطعة منها ب1000 جنيه، وانا كنت ساعتها محتاج 50 قطعة علشان اعمل لي حزام البسه في اللعبة دي. المهم يعني حزام شخصية في لعبة يعمله 50,000 جنيه، which is ده بالمناسبة عادي في الالعاب دي لانه في حاجات اعلى من كده كتير طبعا يعني. فعدى 4 سنين ورجعت ابص على اللعبه دي تاني. فانا اول حاجه جت في بالي اوكي انا عايز الحزام ده، لانه على ايامي بقى كان ده حاجه جامده قوي. فقلت يا جماعه محتاج الحزام ده وكده. فلقيت واحد معدي كده اداني كميه كبيره من الجوهره اللي كانت غاليه اصلا ببلاش، ما خدش عليها فلوس. فانا اللي هو يا ابني طب يعني انا معيش فلوس الحاجه دي، طب استنى طيب اجمع لك الفلوس، طب مش عارف ايه. لا ما فهمش انا عايز ايه او ما فهمش فلوس ايه. المهم ساعه واكتشفت ان ما عادش ليها لازمه، ان ال50 جوهرة اللي هم كانوا عاملين 50,000 جنيه دول ما يعملوش حرفيا 30 جنيه حلق في بعد 4 سنين يعني. واكتشفت ان الحاجة دي بقت خلاص ضعيفة. الحزام اللي انا عايز اعمله ده ضعيف جدا، ما حدش قاعد بيستخدمه اصلا. يعني ممكن خلينا نقول ان الناس لسه بادئة ممكن تستخدمه عادي، بس خلاص بقى في حاجات متطورة بكتير جدا عنه واصعب في الليفل واصعب في خلينا نقول في الحصول عليها، وعدد الناس اللي بتعملها قليل. ركز، عدد الناس اللي تقدر توصل للحاجات الجديدة دي أقل. خد نفس المثال ده، هو يعني ما تعتبروش تضخم، بس خد نفس المثال ده على المجال بتاعنا. إنه كل مدى بيبقى مطلوب من الشباب الجديدة اللي لسه داخل حاجات كتير جدا يعملوها علشان يبقى يعرف ياخد أول وظيفة أو إن هو يبقى على الساحة خلينا نقول يعني. وده راجع لمبدأ عمل المجال بتاعنا نفسه، مجال التك بشكل عام او التكنولوجي. سايبر سيكيورتي بقى، ما سايبر سيكيورتي مطلوب منك كل يوم تقرأ حاجة جديدة. ده شيء يعني ايه متعارف عليه من زمان يعني. كل يوم مطلوب منك تتعلم علشان ما تبقاش out of dated او تبقى اللي هو خلاص بقى انت ايه معلوماتك قديمة ولا تصلح خلاص. فانت مطلوب منك تتعلم كل شوية. فانت اما تجيب شخص
لسه بادئ في المجال وعايزه يمسك في وظيفة كويسة، فانت بقى مطلوب منك كشاب جديد تتعلم حاجات كتير جدا جدا كمان غير اللي احنا بدأنا بيها. ليه؟ لان احنا اوريدي خلاص درسنا الحاجات دي مع الوقت. فما بقاش مثلا النهارده مثلا عشان تعمل موقع ويب مش هتروح تتعلم HTML، تاخد كورس HTML وكورس CSS وكورس جافا سكريبت وتبدأ بقى تكتب بقى ايه التاجز وتبدأ تعمل الموقع بتاعك. يعني حاليا اي AI اي شات موديل حرفيا LLM زي شات GPT تقول له اعمل لي موقع الفلاني هيعملك الموقع خلاص. هل ده معناه انه تعلم الاساسيات عاد خلاص يوزلس او عاد ملوش لازمه زي HTML و CSS وكده؟ لا هو مهم، لكن ما بقاش زي زمان انك تحط وقتك كله فيه. يعني ما عادش ينفع خلاص انك تقعد 3 شهور تتعلم لي HTML، ما فيش الكلام ده. انت اخرك مثلا مع حاجه زي كده اسبوع تفهم دنيتها شغاله ازاي، اتعملت ليه اصلا وبتستخدم في ايه زي كراش كورس كده خلاص، وتنقل على المستوى اللي بعده على طول. تخش اوكي يلا ايه اللي بعد كده، علشان تلحق توصل لانه احنا النهارده بنستخدم ايه او احنا النهارده بنعمل موقع ازاي اصلا. فقيس بقى على الحاجه دي مجال السايبر سيكيورتي نفس الفكره. بقى مطلوب من الشباب الجديد اللي داخل المجال يحط مجهود كبير في انه يتعلم الحاجات بسرعه، مش يكروتها، بس انه في تكنولوجيز كتيره محتاج يفهمها. محتاج يفهم بروجرامينج، محتاج يفهم نتورك، محتاج يفهم لينكس، محتاج يفهم ويندوز، محتاج يفهم كريبتوغرافي، محتاج يفهم بعد دي كله محتاج يفهم اتاكس، الهجمات اللي على موقع الويب بتتم ازاي على مستوى النتورك، والحمايات بتاعتها بتتحط ازاي. ما انا مش هجيب شخص وظيفته ان هو يتست حاجه ويجرب الاكواد الاختراق بتاعته بيسميها بيلودز يعني وما تشتغلش ويرجع يقول لك ما هو انت لازم تبقى فاهم ايه السكيورتي او الحمايه اللي موجوده عشان تقدر تقول لي هو ده فعلا امن ولا لا في طريقه تانية ان انا اقدر اتخطاها بيها. فبقى مطلوب منك تفهم حاجات كتير جدا بالاضافه بقى للاي اي وبلوك تشين مش بقول لك خش في الحاجات دي حاليا، بس بوضح لك نقطه انه متطلبات السوق بتكبر كل يوم عن التاني. وبقى المطلوب منك النهارده علشان تخش في وظيفه كويسه في عالم التك سايبر سيكيورتي وغيره انك تنجز وتدرس حاجات كتير جدا وتفهمها كويس في وقت قصير. فالنهارده انت لو هتقدم على وظيفه جونيور بين تيستنج ما تستغربش لو مطلوب منك متطلبات اعلى من انك تبقى جونيور بين تيستنج. زي ما قلت لك انه السوق محتاج كل شويه تطور وكده. والحاجه الثانيه، انا لو جبتك دلوقتي جونيور بين تيستنج وانا عندي مشروع والمشروع ده حاجه خلاص حاجه تكنولوجي جديده والمشروع المفروض ان هو متظبط يعني وجايبينك تتست عليه، ما هو انت لو مش فاهم التكنولوجيز الجديده دي وفاهم ازاي تلعب معاها صح هتبعت لي تقرير فاضي ما فيهوش ثغرات. ليه؟ لان انت هتفشل اصلا في شغلك. يعني انت عرفني جونيور بين تيستر النهارده في التكنولوجي اللي احنا فيها دي ممكن يعمل ايه؟ هو هيعمل حاجات بس ليميتد ومحدوده جدا. فالاحسن انه يطور من مستوى اكتر عشان يعرف يتعامل مع موقع معمول مثلا السنه دي في 2025 او 2026 بتكنولوجيز كلها جديده ويعرف يطلع فيه مشاكل. ونفس الفكره بالظبط بالنسبه لحته السوك. النهارده السوك لاير 1 بقى مطلوب منه شغل السوك لاير 2 بتاع زمان، ما بقاش مجرد مونيتورنج ويعني حاجات خفيفه كده، لا بقى مطلوب منك تبقى فاهم الاتاك شغال ازاي ولو خدت اكشن اللي ياثر عليه. بقى مطلوب منك حاجات اكتر من زمان، وده الطبيعي في اي حاجه في مجال التك بتاعنا ده تحديدا يعني. فده يعني كان اول نقطه حابب اتكلم عليها، واللي هي فكره ايه انه انت دلوقتي النهارده بقى مطلوب منك حاجات كتير قوي تفهمها عشان تعرف تواكب العصر اللي احنا فيه يعني. فرجاء ما تزهقش، ولو انت مصمم ان انت تكمل في المجال ده فعلا دوس فيه ربنا يوفقك، لكن محتاج منك مجهود كبير. ده اللي اقدره لك يعني. وده مش معناها ان الناس اللي بدأت زمان خلاص فلتت، لا، الناس اللي بدأت زمان دي لو فضلت مكانها فهي خلاص محدش عاد هيعرف يعني محدش هيستخدمهم، لان التكنولوجي والعلم اللي عندهم قديم خلاص عاف عليه الزمن يعني. فالناس بتوع زمان دول برضو كانوا كل يوم قعدوا يتعلموا لحد النهارده، وانت مطلوب منك برضو تبدأ بقى تتعلم بسرعة وتلحق نفسك علشان كل يوم في تكنولوجي جديدة وكل يوم لازم تقرأ اكتر عن اليوم اللي قبله. يعني انا بقولها لكم من مكاني هذا مش بعيد بعد 4 سنين وانا يعني في الاغلب ده اللي هيحصل يعني
هيجي واحد يقول لك انا عايز ابدا في مجال السايبر سيكيورتي، هتقول له ابدا ب OSCP، اقول لك هي دي البدايه. ازاي بدايه ايه يعني؟ انا زمان دي كانت النهايه، هي فعليا كانت النهايه. ولحد النهارده الشهاده طبعا صعبه وتقيله يعني، ما فيهاش كلام. بس بقيت خلاص بقى اللي هو لا، يعني لولا ان هم في الشهاده نفسها بيجددوا كان زمانها حرفيا دلوقتي راحت عليها، او كان زمانها مستوى متوسط او اقل. بس هم طبعا بيجددوا فيها ويحطوا محتوى اصعب، فهي ماسكه نفسها يعني. لكن اللي حابب خلاص اقوله لك انه بعد 5 سنين مثلا هتلاقي المستوى الجامد دلوقتي بقى اي حد ممكن يتعلمه، او لازم يتعلمه عشان بس يبدا في المجال. تاني كل مدى ما بيبقى المتطلبات اكتر، فانت الحق نفسك وابدا. فده كانت النقطة الأولى. أنا بصراحة يعني اتحمست، واضح كده إن أنا يعني هسجل حاجات كتير النهاردة، يعني الأفكار بدأت ترجع تاني. وسبب الكاب ده طبعا هو أنا قلت أما أغير الستايل خليني شبه مستر روبوت شوية، اللي هو أبو إليوت مش إليوت نفسه يعني. وبس إيه رأيكم؟ أنا عايزك طبعا تقول لي إيه رأيك في الموضوع اللي إحنا اتكلمنا عليه ده، اللي هو فكرة إن كل يوم محتاج تتعلم عن اليوم اللي قبله، وإنك لو اتركنت على الرف يعني معلوماتك هتبقى خلاص اوت اوف ديتد وما عادش ليها لازمه. وبس. شكرا جزيلا، واقفل بقى واسجل الموضوع التاني. سلام.